مستر. الو، ايش عامل ايه؟ الحمد لله. تعب بتاعك كيف وصلنا مع اللوغاريتمات؟ زهقانة يا مستر. ليه؟ وانا لما اروح لجيب طماطم ولا حاجة اقول للراجل انا عايز لوغاريتم 100 طماطم، ولا اقول له عايز 2 كيلو طماطم؟ لا، صلي على النبي، بس انا هظبط لك الدنيا. صلي على النبي يا عم محمود. بس كده. تعرف ان اللوغاريتمات ديت هي اللي بتنقذك من الحراميه والنصابين؟ ازاي ده يا مستر؟ انا اخبط الحرامي بآلة حاسبة في دماغه يعني؟ اي حرامي او نصاب لما بيجي يعمل ارقام بيحط الارقام بالتساوي. طب ما ده كده ذكي. لا مش ذكي. بنفورد بقى قال لك ان ده غلط. الطبيعه ما بتحطش الارقام بالتساوي. الطبيعه بتعشق حاجه اسمها رقم واحد. لما بنفورد عمل قانون باللوغاريتمات لقى ان اي عدد رقم واحد بيظهر فيه بنسبه 30%، اما رقم زي رقم 9 مثلا او 8 بيظهروا قليل جدا. فعشان كده يا عم محمود اي حرامي او اي نصاب بيتقفش في ثانيه، عشان المفروض ما يحطش الارقام بالتساوي. انت تعرف كمان ان مش الحراميه والنصابين بس اتقفشوا من القانون ده، ده دول كامله اتقفشت. زي اليونان مثلا لما حبت تنضم للاتحاد الاوروبي في 2001. لو عايز تعرف بقيه الحكايه وازاي اليونان الفت ميزانيه دوله كامله عشان تدخل الاتحاد الاوروبي، استنونا على قناة نهاية باي يوم الخميس الساعة 8. حلقه هتخليك تذاكر رياضه قبل ما تفكر تسرق. السلام عليكم. بعدين اللوغاريتمات يا لوش، انت اصلا مش علم علوم. انا ما عنديش رياضة اصلا.